كابتن عادل مأمور ومدرب حراس المرمى من نادي النصر، بنرحب بحضرتك. كابتن عادل، طبعا بعد الاستغناء عن محمد العربي كان في خطوط في مركز حراسة المرمى، رغم ان هو موجود في الوقت الحالي احمد حسين، في موجود ابراهيم الجراحي، في الناشئ اسحاق عبد الرحمن، في حارس مرمى ثاني كابتن. في حارس هو اصلا محمد انا العربي. اعتقد في مشكله على المنطقه. لا مفيش مشكله ان شاء الله، ان شاء الله مفيش مشكله، كل حاجه هتتظبط. احنا كل حاجه بناخدها بالتروي، يعني ان احنا برضه محمد عربي لما جه حصل حاجه كده مع بعض مش معايا انا، بالنسبه للجهاز الطبي وبتاع، في مشكله عنده اصابه، فاحنا قلنا ان احنا يعني افهم من كلام حضرتك ان العربي مشى نتيجه اصابه عنده؟ لا مش اصابه بمعنى اصابه، هو اختلف الاول في اختلاف في الماديات، وبعدين حصل اصابه، جات له اصابه في المباراه، فكانت هتطول شويه، فقلنا خلاص ادام مباراه اللي دجله كابتن ولا ايه؟ لا مباراه كانت مش هو دجله، المباراه كانت مع فريق الشهداء بتاع الاسماعيليه. تمام. بتاع الاسماعيليه، فخلاص يعني ما فيش نصيب معانا، احنا عندنا في حالتين، في عماد السيد انبي وفي احمد مسعود، ان شاء الله واحد من الاثنين هيكون موجود معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. يعني نفهم من تصريح من حضرتك ان في مفاوضات مع عماد السيد، ده حارس مرمى الزمالك السابق. حارس مرمى انبي حاليا. واحمد مسعود نظامه يا كابتن؟ احمد مسعود هناخده اعاره، هم عرضوه علينا اعاره من النصر المقصر. النصر المقصر لينا اعاره لينا، قلنا مفيش مشكله يجي يقعد معانا سنتين او سنه اعاره ان شاء الله، لغايه ما برضه الرؤيه توضح اكتر، ممكن يكون بعد كده في حراس مرمى تيجي موجودين ان شاء الله باذن الله. يعني في امل بالنسبه لسه برضه الخطوط مفتوحه مع احمد مسعود؟ لازم برضه يا جماعه ندي برضه فرصه والثقه للحراس الموجودين. عندك حارس احمد كتير، حارس مرمى مميز صاعد، عايز الثقه وعايز المسانده من الناس. كلنا كنا صغيرين وكبرنا، هو صغير هيكبر، فلازم عشان يكبر كلنا نساعده ويبقى ليه سبورت ليه، عشان كل الجماهير تبقى وراه، على اساس الراجل ده يبقى زي الشناوي. الشناوي كان صغير اول ما طلع، انا كنت صغير اول ما طلعت، كلنا كنا صغيرين، بس احتاج ان حد يساعدنا ويقف جنبنا، عملنا كده. احنا برضه احمد حسن جون ممتاز، جون كويس، نديله فرصه، دي ما يبقاش عندنا واحد واثنين وثلاثه، مش لازم يبقى جون واحد. يعني لو جه عماد او جه احمد محمد حسين، ما هو موجود ويلعب، يبقى في منافسه شريفه، كل ده لمصلحه الناس. والمصلحه دي كمان برضه كابتن برضه تحتها برضه في لان احنا لو نزود 38 مباراه زي ما المجموعه 38، احنا هنحتاج لكل اللعيبه. بالتالي ده للناس كلها، انا محتاج ل 25 لعيب يبقوا موجودين، يبقوا جاهزين عندي مع كابتن طارق طبعا يحيى، ومن حراس المرمى عايز يبقى عندي على الاقل 3 حراس زي بعض ان شاء الله. كل التوفيق للكابتن عادل، متشكر قوي.